بثلاثية نظيفة ينتهي الشوط الأول بين الأهلي والزمالك تحت 17 سنة. شوط أول رائع وممتع. أحرز الأهداف في الدقيقة 3 اللاعب محمد ياسر. لاعب محمد ياسر لاعب المنتقل السنة دي للنادي الأهلي من شربين، أحرز الهدف الأول كانت من ركنية. الهدف الثاني اللاعب محمد أشرف الباك ليفت في الدقيقة 14. لاعب محمد أشرف باك ليفت النادي الاهلي تحت 17 سنه احرز الهدف الثاني في الدقيقه 14 من ضربه جزاء. الهدف الثالث للاعب حماده الفيل لاعب النادي الاهلي في الدقيقه 47. شوط اول رائع وممتع يقدمه لاعبي النادي الاهلي امام الزمالك. برحب بضيوفي مره اخرى كابتن فتحي نصير والكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال. كابتن فتحي